نفكنا بقى من فيلم ذا كرو ده خالص، فيلم رديء، وخلونا نتكلم عن الفيلم اللي يستاهل تشوفه فعلا، فيلم بلينك توايس. لو داخل سينما اليومين دول الفيلم ده هو افضل حاجه معروضه دلوقتي. اول تجربه اخراج لزوي كرافيتز اللي اصلا ممثله شفناها مؤخرا في دور كات وومن في فيلم ذا باتمان وفيلم كيمي. اثار اهتمامي جدا اشوف ممثله لما تخرج هتعمل ايه. من بطوله شانون تيتم ونعومي اكي. قصته بتدور عن راجل ملياردير مشهور اسمه سليتر كينج، عنده شركه تكنولوجيه كبيره، راجل غني بتاع حفلات وسهرات ولقاءات، بيعزم مجموعه من الاشخاص تحديدا بنات لقضاء عطله صيفيه في جزيره هو ممتلكها. ومن ضمن البنات دي فريدا اللي نوعا ما بنت انطوائيه مش غنيه، فبالتالي هي اكتر واحده منبهره جدا لما راجل ملياردير زي ده يعزمها على حاجه لاكجري قوي زي دي. بيروحوا الجزيره، واضح انهم بيقضوا وقت ممتع، بيتكلموا مع بعض، بيشربوا مخدرات وخمره واكل وشرب، ولكن نوعا ما بنبدا نحس ان في حاجه غلط. المكان مريب، الناس اللي شغالين هناك تصرفاتهم غريبه، في حاجه مش مفهومه، في حاجه مش مظبوطه، في احساس بعدم الامان. وفعلا مع مرور الوقت ابطالنا بيكتشفوا انهم مش في المكان اللي المفروض يكونوا فيه. من هنا بيبدا التشويق، بنشوف تحول تدريجي مرعب ومأساوي للاجواء، من اجواء فرحه وسعاده واحتفال لاجواء خوف وكارثه ومصايب بقى وبهدله ودم وسيكبه وبلاوي زرقاء. فايه بقى ايه اللي بيحصل؟ ايه الدنيا؟ ليه الناس دي حاطه البنات دول في المكان ده؟ ايه دوافعهم؟ ايه اللي بيعملوه فيهم؟ عايزين منهم ايه؟ ايه اللي البنات دول هيكتشفوه في النهايه؟ وازاي هيدافعوا عن نفسهم تجاه الناس دول؟ كل دي حاجات بتكشفها احداث الفيلم. طبعا شفنا كميه افلام من النوعيه دي، عندك ذا مينيو، ذا فيست، جيت اوت، فانتسي ايلاند، كابن ان ذا وودز، تراينجل اوف سادنس، وممكن حاجه زي ذا تندر سويندلر عملت له ريفيو هنا على القناه في وقت من الاوقات. نوعيه الافلام دي اللي هي تشويق وغموض، مجموعه من الناس بشكل ما بيتم استدراجهم لمكان ما معزول عن المجتمع، ما يقدروش يتصلوا بحد. في ناس تانية بيكونوا عاوزين يعملوا فيهم حاجه، في الغالب بتكون حاجه بشعه. الغريب بصراحه في الموضوع انك عمرك ما بتزهق من النوعيه دي. انت اي فيلم من النوعيه دي بتلاقي نفسك لازم تتفرج عليه لا اراديا كده وما بتزهقش منها. جرعه التشويق والغموض في الافلام دي بتبقى زي نيكوتين كده جسمك كل فتره بيحتاجه. منبهر بصراحه ان ده اول تجربه اخراج لزوي كرافيتز، مقدمه حبكه مشوقه قوي خلت المشاهد مشدود طول الفيلم لحد النهايه، ما بيسرحش ما بيزهقش، متابع الاحداث، بيسال اسئله، عاوز يعرف ايه اللي بيحصل، عاوز يعرف ايه مصير الشخصيات في النهايه. بيساعد ده جدا الموسيقى التصويريه اللي فيها توتر وقلق، بتحسسك ان الوضع كريبي قوي ومخيف، بتخليك مركز اكتر وقلقان. وكمان حركه الكاميرا وزوايا التصوير مش مريحه، موتره جدا، بتعكس جامد فكره ان المكان ده مريب، في حاجه غلط. كمان بيساعد ده اكتر اداء الممثلين، وخاصه البطله الرئيسيه اللي هي شخصيه فريدا، لانك بتشوف الاحداث من منظورها هي، فبالتالي يهمك اكتر تشوف ردود افعالها وانفعالاتها وتعبيرات وشها بشكل دقيق جدا عشان تعرف هي بتستجيب للي بيحصل حواليها ازاي. الفيلم زي بالظبط ذا مينيو، الفيلم سوشيال كومنتاري، بيعلق على بعض الامور اللي موجوده في مجتمعنا. في حاله الفيلم بتاعنا هو بيعلق على طبيعه البشر في الامور الاجتماعيه، ازاي الانسان بيتظاهر بالسعاده، ازاي هو بيحاول ينسى الصدمات، ازاي بيضحك في وش الناس عشان الناس كلها بتضحك في وشه فمش عاوز يكون مختلف عنهم. عاجبني كمان ان الفيلم بيلعب قوي على حته غريزه البقاء دي، الشخصيات بتتصرف بشكل غريزي عشان يوصلوا لدرجه الامان اللي هم محتاجينها، وبالتالي اللي بيتعرضوا ليه هو مأساة بشعه، فبتتعاطف معاهم وبتحط نفسك مكانهم، فالادرينالين عندك بيعلى لحد ما بنوصل بقى للتلت الاخير وتسلسل النهايه. انت قاعد مستمتع بالرحله اللي هم بيخوضوها، ولكن في نفس الوقت عايز الاحداث تكشف عن المصير اللي هيعيشوه. ده فيلم من الافلام اللي انت مركز مع كل تفصيله وبتحس انك عاوز ترجع تشوفه مره ثانيه عشان في حاجات فاتتك وما ركزتش فيها. الفيلم فيه توظيف من اجمد ما يمكن للفلاش باكس، هي مش فلاش باكس قد ما هي اكسبوزيشن للي بيحصل، ولكن مش اكسبوزيشن لينا، هو اكسبوزيشن للبطله اللي بنشوف من منظورها الاحداث. في رايي كانت حاجه عبقريه. كل ده تمام لحد ما الفيلم يبدا يجاوب على الاسئله اللي المشاهد بيطرحها لنفسه من بدايه الفيلم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان بيحصل؟ ايه دوافع الناس دي؟ ليه هم بيعملوا كده؟ كل ده تم الكشف عنه من خلال الصدف، ودي عيوب الفيلم بالنسبه لي، انه معتمد على الصدف بشكل يخليك اصلا تقول ايه الهبل ده. الموضوع بيبقى اتكشف والفيلم جاوب على الاسئله، بس انت حاسس ان مفيش منطق. الفيلم
الفيلم في الاخر جايز يكون كروت شويه، مفيش تفاصيل قوي، الاحداث سطحيه مش عميقه، والشخصيه اللي عاملها شانون تيتوم اللي كان المفروض يكون عنده دوافع، عنده فلسفه، عنده اهداف ومبررات، المفروض ده يبقى اعمق شخصيه ومليان طبقات. للاسف عدينا عليه بسرعه قوي، ما خدش حقه خالص، تحس انه شخصيه جانبيه في الفيلم وشخصيه سطحيه، مع ان هو مش كده خالص. الراجل عنده خلفيه قويه ودوافع قويه، مش شرير لمجرد الشر وخلاص. لكن الفيلم كان عاوز يخلص بسرعه فكروته. برضه كنت احب اكتر الجزيره اللي بتدور فيها الاحداث تكون اعمق من كده. بقدر قوي الافلام اللي الجزيره فيها بتكون شخصيه في الفيلم وشخصيه مهمه وليها تاثير على الاحداث، ما تبقاش بس مجرد لوكيشن تصوير. وفي النهايه الفلسفه او الرساله اللي بيوصلها الفيلم في رايي ما كانتش وحشه، ولكن برضه الفيلم عدى عليها بسرعه. يمكن بس كانت حاجه سخيفه قوي لما الموضوع قلب فيمينيزم شويه في الاخر. النهايه بتفكرني بفيلم فريش، ده طبيعي لان الفيلم من اخراج امراه، فلازم تقول لك انا قادره على التحدي والمواجهه. وبرضه ممكن تلاحظ ان البطله بشرتها سمراء لان مخرجها برضه بشرتها سمراء، فيعني فرصه نروج فيها لبعض الاجندات نقول لها لا. من الاخر الفيلم فيه شويه عيوب، ولكن بصراحه انا استمتعت بمشاهدته جدا، انصح بيه طبعا. ده فيلم مجرد ما بيبدا بيخليك مركز ومشدود ومش قادر ما تكملوش. فيلم يتشاف سينما، تجربه المشاهده السينمائيه في الفيلم ده افضل بكتير من مشاهدته لما ينزل بلوراي. فيلم بلينك توايس تقييمي ليه 7/10، مش هتندم خالص. فيلم يستاهل تدفع فيه فلوس، ولكن مش عائلي شويه، في بعض المشاهد الجنسيه وطبعا مليان مشاهد دمويه عنيفه مؤذيه مقرفه. اهلك مش هينبسطوا لما تتفرجوا على الفيلم ده. وبس كده، دي كل حاجه عندي عن فيلم بلينك توايس. اتمنى الريفيو يكون عجبك، قول لي رايك في الكومنتات لو شفته، وطبعا ما تنساش بقى الحاجات الحلوه زي اللايك والشير واشترك في القناه والجرس والحاجات دي، وندخل على اللي بعده.